الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات في كل مكان، مرحبا. في هالفيديو راح أحاول أحكي عن شوية مواضيع تتعلق بالشأن السوري، ويعني تأثيراته في المحيط الإقليمي الشرق أوسطي. لنبدأ بالموضوع الأول. اسمحوا لي هنا أقول لسوريا: اقطعوا رأس الأفعى الكردية، اقطعوا رأس الأفعى الكردية. إذا انقطع رأس الأفعى الكردية انتهى كل شيء في سوريا. في السويداء وغير السويداء ستختفي هذه الأصوات النكرة. أحد مؤسسي حزب الله أو رأس الأفعى الإيرانية في لبنان وسوريا، والزعيم الأسبق لهذه الأفعى، الرأس الأسبق لهذه الأفعى، صبحي طفيلي، ظهر في فيديو ينصح فيه السوريين والقيادة السورية الجديدة، ويعطيهم عصارة خبرته، أنه ويطالب بقطع رأس الأفعى الكردي. اقطعوا رأس الأفعى الكردي، بقطع هذه الرأس سينتهي كل شيء، ستتوقف تلك الأصوات النكرة في السويداء. طبعا يعني قبل الخوض في الرد على صبحي الطفيلي، يا سماحة، ما بعرف إذا لفظ سماحة تستحقه ولا لا، الشيخ صبحي طفيلي، يعني أصوات سويداء، أبناء سويداء، سويداء الكرامة، سويداء الحرية، الأصوات التي تعتبرها نكرات بتشرفك وبتشرف خامنئي وبتشرف كل المراجع الشيعة في العالم، سواء يعني كنت تعتبرها تمثلك أم لا تمثلك، بتشرفك إلك يعني. وهي مش أصوات نكرات، هي أصوات أكثر وطنية منك، أكثر حرص على سوريا منك، وأكثر حرص على لبنان منك. فمن المعيب جدا شخص في تجربتك وفي سنك يأتي وينصح السوريين ويؤلب سوريين ضد سوريين. هذا عار، ما بعده عار. وأنا واثق تماما بأن كلامك هذا لا آصرة له بالدين الإسلامي وبالإسلام الشيعي، لا آصرة له. هذا كلام عنصري فاشي مقيت كريه، لا ينم إلا عن كتلة من الأحقاد والعقد القومية والعنصرية والطائفية في لبوس ديني بعمامة شيعية. لماذا أقول هذا الكلام؟ أنت فشلت بعد أن تورطت في استجلاب الأفعى الإيرانية إلى لبنان وإلى المنطقة. فشلت في الوقوف ضد هذه التجربة الفاشلة التي ما زال وسيبقى لبنان واللبنانيون يدفعون فاتورة سلوكك أنت. اسمح لي يعني أقول لك ذلك، وأنت ينبغي أن تعتذر للشعب اللبناني على مشاركتك وتورطك في تأسيس الأفعى الإيرانية.
وينبغي أن تعتذر للشعب السوري عن هكذا السلوك، وتعتذر للشعب الكردي اللي بيشرفك، تعتذر عن كل قبائح وفظائع والكلام البذيء الذي كان يصدر من ملالي طهران ومن صديقك ورفيق دربك السابق حسن نصر الله الزعيم السابق لحزب الله اللبناني ضد الكرد، ضد إقليم كردستان العراق. أنت في رقبتك اعتذار لكل هؤلاء، لأبناء السويدة، للسوريين جميعا كردا وعربا، وللشعب الكردي بشكل خاص. طبعا في مطلق الأحوال لا حسن نصر الله بيمثل شيعة لبنان، ولا صبحي طفيلي بيمثل شيعة لبنان بالنسبة لي على أقل تقدير. لأنني سنة 2002 في دمشق التقيت بسماحة السيد محمد حسين فضل الله، وأجريت معه حوارا ونشر في مجلة كردية. محمد حسين فضل الله طيب الله ثراه وذكراه قالها لي، بعبارة جعلتها يعني المنشط العنوان العريض للحوار حوار صحفي، يعني تناول شؤون المنطقة، شؤون سوريا، والموضوع الكردي أيضا. قالها إن ضاق المستقبل، إن ضاق الحاضر على حقوق الشعب الكردي فسينفتح المستقبل على ذلك. إن ضاق الحاضر على حقوق الشعب الكردي فسينفتح المستقبل على ذلك. هذا كلام سماحة السيد محمد حسين فضل الله، وأنا بعرف طهران وأفعى طهران ماذا فعلت في حق هذا المرجع والشاعر والإنسان المهم، الإنسان اللي يعني ربما كل 100 سنة أو 200 سنة رجل إصلاح، رجل فكر، قبل أن يكون رجل دين وداعية ومرجع. كل 200 أو 300 سنة ربما يعني يظهر في الشيعة شخص من وزن محمد حسين فضل الله، الذي يمثل الشيعة في تقديري عموما وخصوصا في لبنان هو شخصيات من وزن محمد حسين فضل الله. ولا يقل عنه أهمية محمد مهدي شمس الدين، ولا يقل عنهم أهمية أيضا الشيخ ياسر العودة. هؤلاء هذه الأصوات الإصلاحية المرنة المعتدلة المتفهمة، غير العصابية والمريضة والموبوءة بالعقد والأحقاد والضغائن والعداوات. ولا يؤلب، لا هذه الأصوات لا تؤلب فئة ضد أخرى سواء في لبنان أو في المنطقة. فالوسط الشيعي اللبناني خيرة مثقفي لبنان، وهم أساتذتنا في الصحافة، في الفكر، في الثقافة، في الأدب، في الشعر، هم من البيئة الشيعية، من الطائفة الشيعية الكريمة. أسماء لا يمكنني أن أحصرها في هذه المساحة الزمنية الضيقة. حازم الأمين، حسن داود، كثيرين يعني يعذروني على يعني ذكر الأسماء. هؤلاء المثقفين هم قدوتي وأساتذتي في الأدب وفي الثقافة. لا يمكن أن يرقى إليهم شخص مثل
صبحي الطفيلي بكلامه الذي سيحاسب عليه أمام ربه يوم لا ظل إلا ظله، في مواجهة نماذج مثل صبحي الطفيلي وكمية الكراهية والضغينة التي يطفح بها ضد الكرد. هنالك نماذج سورية جميلة جدا. لنستمع إلى أحد هذه النماذج. كم گفتگویەکە کورد بە زمانی کوردی بکەن. يلا سلاف سلاف باشم از باشم تو چاوای ئەژی باشم سپاس. زمانی کوردی خۆشە؟ گەلک خۆشە ئەز ژیا زەمانی کوردی حەز دیکەم. گەلێکی خۆش داخبی. پەیاماتەش بۆ جەماوەرێک کورد چییە برێز مازن؟ ئەز وا حەز دیکەم و بهەڤرە ئەمۆلات ئەڤا بکەن. دەست خۆش. گەلێکی سپاس. ئەم هەر بە کوردی بەردەوام بکەن یان بە عەرەبی؟ دەستورێ بدە من کو ئەس بە عەرەبی بپەیوم. ئەس دخوازم هەر تشتی بە کوردی ببێژم لێ ئەف سینۆرێن منن. الفنان المبدع ابن سوريا الجميل في فنه وفي معشره وفي كلامه وفي تواصله الوطني مازن الناطور. شوفوا كيف يتعامل مع الكرد، مع اللغة الكردية بهذه اللغة البسيطة، بهذا الكلام الطيب، بهذه الإطلالة البهية، بعيدا عن كل خطاب الكراهية وتفاصيل خطاب الكراهية، بعيدا عن كل هذه واستهداف مفهوم الأقلية والاستهزاء من هذا المفهوم، وعلى أساس أنه مفهوم دخيل، والاستعمار والإمبريالية والتقسيم والقصص، كل هذه الخزعبلات. يظهر المبدع مازن الناطور بإطلالته البهية البشوشة اللي توحي بالتفاؤل يعني، وتبعث على التفاؤل في النفس المتابعين السوريين كردا وعربا. هذا الأمل في سوريا جميلة، في سوريا جديدة. أمثال مازن الناطور بهذا التفاعل والتواصل الإيجابي مع الكرد، مع أخوته الكرد في سوريا، هؤلاء من يمكن التعويل عليهم. مازن الناطور بكل تأكيد هنالك نسخ منه في الثقافة، نسخ منه في السياسة، لكن مع الأسف الشديد في الوقت الراهن يعني هم قلة، هم عملة نادرة نفيسة. لكن في المستقبل أمثال مازن الناطور سلوكا وروحا وفكرا سوف يتزايدون ويصبحون الأغلبية الوطنية السورية. هذه الروح السمحة، هذا الفكر المنفتح، هذه المرونة، هذه المحبة ستصبح لسان حال السوريين في المستقبل ليس البعيد يعني. بالعودة إلى خطاب الكراهية ضد الكرد، وسبق أن ذكرت حول ذلك، وفي لبنان يعني بيطلع لك واحد اسمه وئام وهاب محسوب على الدروز، طائفة الموحدين الدروز، هو أيضا يحمل خطاب كراهية بعثي قومي فاشي ضد الكرد. هنالك له فيديو يعني متداول وشاع على مواقع التواصل الإسلامي أو مواقع التواصل الاجتماعي. شو بيقول بهذا الفيديو؟ إذا صارت دولة كردية بيصير الكل بده دولية، ولازم هي الدولة تسحق، ومن هالكلامات يعني.
وئام وهاب بفضل مخابرات النظام السوري صار برلماني، صار وزير، وهو يعني في سقف واحد شتام، يعني سقف طموحاته انه يكون يعني خدمتشي عند مسؤول امني على زمن النظام البعث الاسدي. لكن هذا النظام افسح المجال امام الكثير من الطفيليات في السياسة والثقافة، سواء داخل سوريا أو لبنان. هؤلاء صبحي طفيلي ووئام وهاب عابرون في كلام عابر، مثل ما قال المرحوم الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش. تصلني تعليقات كثيرة على قناتي في اليوتيوب، في يعني بعض التعليقات كلام حاد أو حتى شتائم، أنا أسمح بمرورها، لكن اليوتيوب لا يسمح، لأنه أنا عامل فلترة منعا يعني الشتائم والتراشق وكذا، فعمل فلترة للتعليقات. أحيانا أنا اللي عامل يعني حاطط فلترة، أنا اللي أتجاوز وأسمح بمرور تعليقات اليوتيوب لا يسمحها. ف يعني مشان يكون الكلام واضح، البعض بيقول أنت نازل حذف تعليقات. لا، يا عيني، إذا كلامك محترم ويعتد به وفي شيء إيجابي، اليوتيوب راح يسمح ويمرر. أنت يكون حذر في كتابة التعليق، وتحايل وتجنب كتابة ألفاظ نابية أو شتائم أو اليوتيوب راح يسمح بنشر تعليقاتك. المهم، أحد المعلقين سأل مثل ما أنتم شفتوا، يعني في هذا التعليق هو تعليق مقتضب، لكن فيه يعني اثنين من المغالطات المتعمد، يا عن جهل، يعني إما عن جهل وإما عن تعمد، عن وعي وتعمد. في هذا التعليق في مغالطتين أنا راح أحاول أحكي عليها. بيسألني إنه ما رأيك بمكالمة المدعوة إلهام أحمد بوزير الخارجية الإسرائيلي. الموضوع معكوس، مش إلهام أحمد اللي اتصلت بالوزير، الوزير اتصل. لما بيجي واحد بيقول لي شو الفرق؟ طبعا في فرق، طبعا في فرق. لما مسؤولة سورية كردية إلهام أحمد تتصل بوزير الخارجية الإسرائيلي، هذا شيء، وإذا وزير الخارجية الإسرائيلي يتصل بالمسؤولية الكردية شيء آخر. طبعا أنا على الصعيد الشخصي، وهذا يعني بيسجل الكثير من الكرد يسجلون هذه علي، أنه أنا ضد إسرائيل كدولة عنصرية، دولة دينية، دولة فاشية. بيجي واحد بيقول والله العرب موجودين في الكنيسة وفي انتخابات وما في قمع وما في كذا، والنظام السوري كان يقمع اللغة الكردية والقصص هاي كلها. هل تفاصيل والحجج اللي على أساس وإسرائيل دولة ديمقراطية ومن هالكلام هذا، هاي للاستهلاك ويعني حجج هشة وواهية.
لا تستطيع أن تصمد أمام جرائم الحرب اللي ساوتها إسرائيل، مش بس في الفترة الأخيرة، على امتداد إعلان حتى قبل إعلان إسرائيل عن نفسها كدولة يعني في 48. فأنا تعجبني سياسة الزعيم الكردي مسعود البرزاني، آخر من سيبرم صلحا مع إسرائيل هم الكرد، بعد كل البلدان العربية أن تبرم صلح مع هذا الكيان، الكرد سيبرمون صلحا مع هذا الكيان. حتى لو الكرد يبرموا صلحا، أنا على الصعيد الشخصي أنا إذا لم تعترف إسرائيل بالدولة الفلسطينية، إذا لم تعترف إسرائيل بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، أنا لا يمكن أن أتعامل مع هذه الدولة بشكل محترم تعاملي مع كل البلدان. قولا واحدا، تعاملي مع هذه الدولة يعني أن أتوقف عن انتقاد إسرائيل، منوط ومشروط باحترام إسرائيل للشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة دولته المستقلة. وقت ذاك ممكن يعني أنا يعني أتحدث عن نفسي، وأعتقد أنه الرئيس مسعود بارزاني أيضا في هذا الاتجاه، يعني لا عداء لإسرائيل، لا كراهية لإسرائيل، لكن لا سلام، لا علاقات. العراق يعمل علاقات مع إسرائيل، إقليم كردستان العراق جزء من العراق ينبغي أن يكون مع الدولة ويعمل علاقات مع إسرائيل. هذا واضح في هذا الخصوص. فأنا لست يعني أهلل ومسرور بأنه والله وزير الخارجية الإسرائيلي اتصل بإلهام أحمد. أصلا الإسرائيليين، يعني قلتها وأكرر، لا يحبون أحدا، حتى لا يحبون أنفسهم، لأنه لو كانوا بيحبوا أنفسهم كانوا جنحوا للسلام. ما بيحبوا حدا، يعني ما بيخدموا حدا الإسرائيليين. ف لو كانوا بالفعل أصدقاء للكرد كما يتوهم بعض الكرد، لكانوا حموا كردستان العراق من العدوان الإيراني، لحموا كردستان العراق من الحشد الشيعي الإيراني، لحموا كردستان العراق ومناطق كركوك من كل الاعتداءات العدوانية السافرة من إيران ومن أذرع إيران داخل العراق. إسرائيل لم تفعل، بقيت متفرجة. علاقة إسرائيل بالكرد هي مثل علاقات أصدقاء الفيسبوك، شوية إعجابات، إعادة نشر، تعليقات وكومنتات، اتصالات هاتفية. على الأرض ما في شيء. العرب صار لهم 60 سنة عم يقولوا ويتخوفون وبيحكوا عن هذه العلاقة التي لم تثمر عن شيء غير اتصالات وشوية إعجابات ولايكات، نفس صداقة الفيسبوك. أنا ذكرت سابقا الأمريكيين نعم قدموا وخدموا الكرد، كرد العراق وكرد سوريا، لكن الإسرائيليين لم يفعلوا شيئا. في الستينات على أيام من 63 65 وحتى يعني استمرت العلاقات ل 75 74 75 في بحدود عقد من الزمن.
بعض الخدمات اللوجستية ومستشفى ميداني، حماية أمنية، كل هذه التفاصيل. لكن هذه المسائل توقفت وسقطت في حرب أكتوبر في 73. إسرائيل طلبت من الملا مصطفى البرزاني فتح جبهة ضد بغداد في حرب 73، والبرزاني رفض. وهي أعتقد ذكرها المرجع الشيعي الأعلى محسن الحكيم في رسالة للبرزاني، مذكورة وموثقة هي المسألة، يعني كشكر وامتنان من محسن الحكيم للزعيم الكردي ملا مصطفى البرزاني. وقتها غيرت إسرائيل من موقفها من 73 ل 72، وعن طريق هنري كيسنجر والأمريكيين واللوبي الإسرائيلي عملوا صلح ما بين شاه إيران ونظام أحمد حسن البكر وصدام حسين، وتوقف الدعم الإيراني والإسرائيلي تماما عن المقاتلين الكرد، وطوية تلك الصفحة. يعني الإسرائيليين لو كانوا بالفعل مع الكرد وأصدقاء الكرد لدعموا واستمروا في دعم الملا مصطفى البرزاني في 75، لم يفعلوا شيء. في الاستفتاء الأخير على استقلال كردستان أيضا ابن نتنياهو يكتب لي شيء على التويتر أو على الفيسبوك ولم يدعموا الكرد، يعني فيما يتعلق بحقهم بعد كل هذه التجارب مع الحكومة العراقية، حقهم في الانفصال. فأنا على الصعيد الشخصي ما يجي حدا ويزايد علي في موقفي من الإسرائيلي. أنا من الكرد يعني ربما أكون الأكثر تضامنا مع القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية والشخصية الفلسطينية موجودة في رواياتي، في روايتي الأولى، في روايتي الثانية، في روايتي الرابعة أو الثالثة، وحتى في روايتي الأخيرة. مبني للمجهول، هنالك حضور للقضية الفلسطينية إلى جانب القضية الكردية. فيا عزيزي يا صديقي المعلق، الأكراد خانوا صدام حسين. لا يا بعد، منو اللي قال لك أنه الأكراد خانوا صدام حسين؟ صدام حسين بعد أن أبرم بال71 اتفاق آذار حاول يغتال ملا مصطفى البرزاني، ويعني بعت له طرد مفخخ، قرآن مفخخ، لكي ينفجر بملا المصطفى البرزاني. يعني ما تحكي هيك شروي غروي وتقولوا الأكراد خانوا صدام حسين واليوم ينعاد نفس السيناريو. لا 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 لا، انت غلطان. انت منو حاشي راسك بهيك معلومات مغلوطة. وشو بيحكي كمان؟ الكرد في شمال وشرق سوريا هم أقلية. نعم، هم أقلية بحكم سياسات، مثل ما ساوى صدام حسين بكركوك ساوى حافظ الأسد بالمناطق الكردية. صدام حسين شنو ساوى؟ إذا بترجع للوثائق العثمانية، إذا بترجع لإحصاءات قبل 1958 57، راح تشوف الأكراد أكثرية في كركوك. نفس القصة راح تشوف الأكراد وفق التقارير الفرنسية مطلع القرن المنصرم 1912 13 14. الأكراد في مناطق شرق سوريا كانوا أغلبية. وبالحسكة شو يقول، الرقة عربية والديار عربية. نعم،
والحسكة الأكراد كانوا فيها 30%. هلا أنتم من وين عم تجيبوا هاي الإحصائيات؟ أنا عندما أتحدث عن إحصائيات آتي بوثائق. تفضل مثلا هذا نوع، يعني هي عينة من الوثائق التي عندما أتكلم أستند عليها. تفضل. شوف يا عزيزي، هي من الوثائق البريطانية، حتى يعني حال دمشق ووضع المسيحيين والأقليات الدينية والقومية في سوريا قبل ال 38. ماذا يقول هذه الوثيقة؟ ماذا تقول؟ تقول أنه في دمشق، سكان دمشق وقت ذاك كانوا 200,000، 60,000 منهم أكراد، يعني في حدود 30%. يا معود إذا بدمشق الأكراد كانوا 30% في تلك الفترة. بالمناطق الحدودية اللي الكرد فيها قبائل وعشائر وقرى ومدن، يعني ماذا كانت نسبتهم وقت ذاك في سواء في المناطق الشرقية، وأنا أقصد من ديريك حتى منطقة عفرين. وصلت الفكرة؟ إذا بحسب البريطانيين، وقتها البريطانيين كمان ما كانوا، يعني كانوا جيران في العراق يعني، لكن يتابعون الأوضاع في سوريا عن كثب. وقت ذاك قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية، البريطانيين، الوثائق البريطانية هكذا تقول. الوثائق الفرنسية أيضا، يعني عشرات الوثائق الفرنسية التي رصدت واقع الحال في المناطق الشرقية في سوريا وفي عموم سوريا. الإحصائيات التي توثق عدد الكرد في تلك الفترة، إذا بتجيب المسيحيين والعرب معا في محافظة الحسكة، لسه الأكراد نسبة أعلى من حاصل جمع هالكتلتين البشريتين. فحج تحكوا يعني هيك إحصائيات جاية من الأرشيف الأمني البعثي والقصص هاي، يعني هذا نموذج. يعني إذا بدك تحكي 30-40% والقصص هي، تحكي وثائق، ما تحكي هيك كلام من فوق الأساطيح. يعني أنت والكثير من أمثالك من يعني قد تكون إنسانا عاديا، لكن هنالك من يصدرون ويقدمون أنفسهم كباحثين، لكن مصادر الأرقام والإحصائيات والنسب تبعيتهم يعني مشتبه فيها ومشكوك فيها، ويعني معروفة السبب والغرض يعني. على القناة، يعني مشترك في القناة، آه، وأغلبهم يعني بأسماء مستعارة. هنالك يعني أشخاص حقيقيين، بس
عندما يأتون ويناقشونني على مواقع التواصل الاجتماعي يتوارون خلف أسماء مستعارة. مش مشكل، بابا قرقر يعني يبدو لي أنه هو تركماني، يعني سأقيس على ذلك أنه حاطط اسم بابا قرقر، فهذا يعني غالبا أنه تركماني من كركوك. شي يقول بغض النظر عن النقاط الأربعة وبدون لف ودوران، يعني بيحكي هيك من شوية تعالي على شوية سخرية، ولكي لا ندخل في مهاترات وما بعرف شو. هل هنالك تنظيم كردي يطالب بالفيدرالية والحكم الذاتي أو الاستقلال بدون غطاء أو حماية خارجية؟ نعم يوجد كثيرين، يعني مثلا أنا أطالب بالحكم الذاتي وبالفيدرالية والاستقلال، الحق مكفول في الوثائق الدولية. أنا لا أحظى بدعم خارجي على مستوى الأفراد، على مستوى الأشخاص، على مستوى التنظيمات. هنالك يعني مش كل التنظيمات الكردية تحظى بدعم ومساند وعلاقات خارجية. لا يا عزيزي، لأنه في شيء مشروع في هذا الموضوع يعني الحق المشروع إذا حظي بدعم خارجي، هذا الدعم الخارجي من القوى الإمبريالية والاستعمارية لا يشوه هذا الحق، لا يقلل منه. لأنه أنا إذا طالبت بحقوقي كشعب في هذه المنطقة بطبيعة الحال سأتعرض للسحق والمحق من الأنظمة التي تقدم نفسها على أنها تمثل العرب، تمثل الأكراد، تمثل الفرس، وقلقة من الحقوق الكردية المشروعة وتهضم وتقمع هذه الحقوق. أكيد لازم يكون في دعم خارجي لهذه القوى التي تنادي بهذه الحقوق، وهذا مش عيب. يعني لا وجود العامل الخارجي يفسد هذا الحق ويقلل من عدالته ومشروعيته، ولا عدم وجود الدعم الخارجي أيضا يقلل من عدالة ومشروعية هذه الحقوق. الأكراد شو بيشوفوا؟ يعني بيشوفوا أنه مثلا في سوريا حكم ذاتي، إدارة محلية، فيدرالية. أنا مع ما يراه الأكراد وما تسمح به الظروف. يعني سوريا قد لا تسمح الظروف أنه الأكراد يشكلوا دولة، مستحيل. ولا تسمح الظروف ربما يعني أنه ما يكون هنالك إقليم فيدرالي. لكن أضعف الإيمان أن تتمتع مناطق بالحكم الذاتي. فأنا سأكون مع حقوق السريان بوصفهم شعب أصيل وشريك حضاري وسياسي في سوريا، بنفس القدر اللي بكون أنا مع حقوق الأكراد، أنا مع حقوق الدروز، أنا مع حقوق العلويين، أنا مع حقوق السنة، أنا مع حقوق الناس. وبكل تأكيد سأكون مع الضعيف ضد القوي. بكل تأكيد سأكون مع المظلوم ضد الظالم. عندما يكون الظالم كرديا أنا ضده، وأنا ضده وما حدا يزايد. عندما أكون يعني مع المظلوم ويكون المظلوم عربيا أو سريانيا فأنا ضد الظالم الكردي. عندما يكون المظلوم كرديا والظالم عربيا أو سريانيا سأكون مع المظلوم الكردي. عندما يكون المظلوم عربيا والظالم كردي أو سرياني بكل تأكيد سأكون مع المظلوم العربي. فأنا مساندتي لقضايا الأقليات، حقوق الأقليات، هو واجب. أنا ما بشوف فيه عيب. ربما البعض يشوفوا أنه عيب وانتقاص وما بعرف شو كذا. أنا ما بشوف، لا، أنا بشوفه واجب أخلاقي، واجب وطني، واجب ديمقراطي، واجب سياسي، واجب ثقافي. أن أكون مع الضعفاء. يعني هلا قد ما ساوى في النظام السوري في الأكراد،
الأكراد ماذا يعني ما يزالون فاعلين وموجودين على أرضهم. السريان وضع كتير هش، وضع كتير ضعيف. من يعني واجبي الأخلاقي والثقافي يحتم علي بأن أكون مع السريان، أن أكون مع الإسماعيليين، أن أكون مع الدروز، أن أكون مع المرشدين، أن أكون مع الملحدين الملاحدة اللي أو اللادينيين. ما نقول ملاحدة، نقول لادينيين. هيك بيشوف نفسه الله بده يحاسبه. أنا لن أنصب المحاكم وأحاكم الناس على عقائدهم، على قناعاتهم وإيمانهم. طبعا لا، سأكون يعني في صدارة من يتبنى قضية السريان وقضية التركمان والآشورين إلى جانب تبني قضية الكرد وقضية الدروز وقضية العلويين. يزعل اللي يزعل، اللي يزعل يجي يناقشني، اللي يزعل يجي يناقشني بالحجة وبالبينة وبالفكرة، والفكرة في مواجهة الفكرة. أنا مش ضد السنة أبدا، لكن التوظيف السياسي لغرض ما لموضوع السنة والاستئثار بالدولة والسلطة، يعني حتى الأكراد إذا استأثروا بالدولة والسلطة سأكون ضدهم. كل من يحاول أدلجة الدولة وفق منظور عقائدي معين محدد ويسمم الحياة السياسية والثقافية ويقوضها، أنا سأكون ضد هذا كائنا من كان. إن شاء الله يكون كردي أو سرياني أو درزي أو سني. فالموضوع ما تأخذوا أنه عندما تطرح قضية الأقليات وضمان حقوق الأقليات أنه هو ضد السنة. لا يا حبيبي، لا، أنت كتير غلطان. الموضوع مش هيك. موضوع مش مكايدة أو مناهضة أو عداوة ضد السنة أبدا، لأنه النظام الوطني والدولة الوطنية تقتضي أن تكون على مسافة واحدة من كل مكونات المجتمع السوري، ما يكون في إحالة دينية، إحالة قومية لهي الدولة. لهذا الدستور، دستور الدولة، يكون جامع ويعترف يعني الأسرة الحقيقية تعترف بكل أفرادها. ما في أسرة أنه خلاص نحن أبناء أسرة آل الأوسي فننكر الأسماء، خلاص نتحدث باسم، نقدم أنفسنا بوصفنا أفراد في أسرة بدون ما يكون لنا لكل شخص لكيان من هي كيانات الأسرة اسم معين يحدده بصفاته بسلوكه بأقواله بأفعاله. هذا مش صحيح. هذا الفهم المغلوط للدولة الوطنية وللسلوك الوطني، هذا يعني تورية وتبطين لاستئثار فئة على دولة ومقدرات ومكونات هذه الدولة، ونصير ندخل في نفق إعادة تدوير لنظام سابق كان يزعم العلمانية. النظام الحالي الآن يزعم التدين والمحافظة، ويعني نفس القصة، مشان يكون الوضع يعني الأمر واضح بالنسبة لمن يود يعني الأكراد أو القوى الكردية اللي لديها مطالب سياسية. هذا طبيعي ستبحث عن دعم خارجي، وهذا لا يعيبها في شيء، لأنه العرب فعلوا ذلك، الأتراك فعلوا ذلك. الكل دائما يحاول أن يبحث عن دعم الخارجي. المعارضة العراقية اللي الآن هي سلطة، وقت ذا كانت يعني بدعم خارجي. الخميني إجا عمل ثورة بدعم خارجي.
القادة العرب، الانقلابات التي صارت في البلدان العربية كلها دون استثناء هنالك قوى خارجية تتدخل كذا، يعني ما هو متاح ومباح للعرب وللترك وللفرس بكل تأكيد مباح ومتاح للأكراد. ما حدا يجي في هذه التفصيلة وفي الجزئية يقول عملاء الاستعمار والإمبريالية ومن هالكلام هذا والكلاوات. يابا أنت غرقان بهالقصة. فمثلا التركمان بيشوفوا نفسهم فئة ضعيفة. من الذي يدعمهم؟ من الذي يساندهم؟ تركيا. يابا هاي تركيا مش قوة خارجية، مش قوة استعمارية تحت الأراضي سورية، هي قوة استعمارية. هي بس أنا تركماني، أنا لمن ألجأ يابا؟ لتركيا. إذا فالموضوع يشمل الكل. ما تاخذوا يعني على الدفة لاتجاه الأكراد على أساس أنه استعمار وإمبريالية وصهيونية وإسرائيل والقصص هي وهالكلاوات. آمل أن أكون يعني قد أوصلت الفكرة لمن يودها. حتى موعد آخر، لقاء آخر، دمتم بألف خير.